تزوج بنتك. فقال له علي بن ابي طالب: يا امير المؤمنين، ان ام كلثوم صغيرة عليك، وهو يقصد اخشى لا تقوم بحقك. قال: اني اريد الزواج منها. والح على علي بن ابي طالب، فرجع علي بن ابي طالب اليه وقال: تراها وتراك، فان وافقت قبلنا بك زوجا لها. وشافها رضي الله عنه وقبلت به وهي صغيرة وهو كبير. وبدت الناس تتكلم: امير المؤمنين يدور الصغار، وهذا ليس بالحرام، لكن الناس هذه عاداتهم. فصعد رضي الله عنه على المنبر وقال للناس: والله اني ما تزوجتها الا لحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اني سمعت النبي يقول: كل سبب وكل نسب وكل صهر يوضع يوم القيامة الا سببي ونسبي وصهري. انا حصلت السبب اني صاحبه، وحصلت النسب اني زوجته بنتي حفصة، لكني ما حصلت الصهر، فلذلك خطبت ام كلثوم حتى يرتفع نسبي وسببي وصهري رضي الله عنهم.